ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ كله في السنتراكس اهو. ابتدينا ننتظم في الفيديوهات اهو بناء على طلب الفانز، وهحاول ان انا انزل فيديو كل اسبوع زي ما قلتوا. وقريب باذن الله هيحصل ثروه انتاجيه، وهبتدي اعمل مزرعه فيديوهات انزل فيها الفيديوهات بتاعتي، عشان ما حدش يقول لي يا اسطى انت بتنزل فيديو كل شهر يا اسطى. لا خلاص، هحاول ان انا انتظم في الموضوع دوت. المهم قاعد من فتره كده على التايم لاين ولقيت حاجه غريبه شويه. لقيت اتس عبد الله كان متصور مع بنت بيضه. المهم ان اتس عبد الله ساعتها يعني طلع يبرر. سامحني يا مايلز، ما كانش قصدي اضيع هيبو السود، غلطة ومش هتكرر تاني. وانا مش مسامحك ان انت ضيعت ايد بالسود. واتس عبد الله خد بالك عشان ده السي في بتاعك ده، وانت انا معايا سيفيهاتك كلها ماشي. وتاني حاجه الصراحه اللي اثبتت لي ان للاسف حياتي مجرد كذبه، ان مدام جيجي ما طلعتش مدام جيجي. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. لقيت صورتها نازله في جروب اسمه حلوين فوق ال40، نازله باسم مدام رشا، ومكتوب على الصوره استنوا البلدي طعمه احلى من المستورد. هو البلدي طعمه احلى من المستورد، بس هو المستورد اكبر يعني. صفونيه يا شباب، صفونيه. انا ما اقصدش حاجه، انا محترم. انا بس كنت عايز اقول ان انت هتتعلق بمسلسل هيخلص، هتتعلق بشخص هيسيبك ويمشي، هتتعلق بمدام جيجي هتطلع مدام رشا. جاي اتكلم النهارده عن السوبر هيروز. السوبر هيروز دول المفروض ناس عندهم قوه خارقه، بيطيروا، بيقدروا يشيلوا عربيات. تخيل كده تكون سوبر هيرو في مصر. تخيل كده مثلا تكون راجل بقى بطل وطول عرض وبتطير وبتشيل عربيات وبتاع، وتيجي مثلا وسماح اللي عندكم في الدور الخامس تيجي تقول لك هات لي بيض ولبن. سهل جدا تبقى باتمان على فكره، مش محتاج اي مجهود عشان تبقى باتمان. انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل فورمه، ولازم عشان تعمل الفورمه لازم تتخزوق الاول. لو انت لسه ما اتخزوقتش، لا يا اسطى روح اتخزوق وتعالى روح اعمل الفورمه عشان تبقى باتمان. هتروح عند الحداد تعمل فيست واكل الرصاص على قدك، ولو معاك عربيه الموضوع هيفرق معاك فشخ، لان انت مش محتاج اصلا تطير، ومش محتاج تتنطط على عماير ولا بقى كل الكلام ده. يا دوبك هتروح عند بنزين هو 20 لتر، وممكن تجيب حته بلاستيكه لايطه من عندك وتعملها ماسك، وانزل حلوان كتير بس حاسب هناك عشان هناك هتلاقي تكاتك زي ما قلت. والاهم من ده كله ان انت معاك 5-6 مليون في البنك عشان تعرف تعمل الكلام اللي انا قلته من شويه. يعني انت كده حرفيا مش محتاج اي حاجه خالص غير 20 لتر بنزين، ماسك بلاستيك، وتروح عند الحداد يعمل لك فيست على قدك وبس. يا عم انت كده باتمان، حرفيا هتخش اي جهه تسد فيها. لو ما تعرفش الرجل العناب، العناب هو واحد اسمه عصفور اتعمل عليه تجربه من دكتور اسمه بيرم. التجربه دي خلت عصفور عنده قوه مفرطه وبقى بيطير. انت مش محتاج حاجات كتير اصلا عشان تبقى زي الرجل العناب، لان الرجل العناب شبهنا، ابن بلد، عايش في منطقه جايفه، يحب واحده ما بتحبوش. يعني يا اسطى ده مش الرجل العناب، دي حياتك يا اسطى. كل اللي انت بس عايز تروح تعمله عشان تبقى الرجل العناب، قصدك كم مثل شعبي، اي حاجه بقى فيها سجع بقى. لو ازازه البيبسي فايره تبقى المكنه دايره، لو الصحاب مش موجوده تبقى الدنيا مش مظبوطه. الاهم من ده كله لازم تحب واحده ما بتحبكش، ولازم تكون من طبقه لايطه معفنه، لازم تكون ساكن في منطقه مقرحه بلعت فيها ضربه، والكلاب بلدي فيها ميته، شارع فيها مرتين، والتوك توك بيتكرر كل يوم. كلنا رجل العناب، لان تقريبا انضف واحد بيتفرج في الفيديو عايش في عزبه النخل. صالح الفيل عايز يركبك. صريح الفيل عايز يركبني ازاي يعني؟ تقريبا دي اكتر شخصيه بنريليت ليها، هو ده حرفيا انا، لان سبايدر مان مراهق من 17 ل 20 سنه، عنده مشاكل شخصيه، برضه بيحب واحده ما بتحبوش، شغال في الشيفت ال8 ساعات اللي انت بتشتغله يا اسطى ب 2200 جنيه ده، والمدير مطلع ميتين اهله. برضه مش محتاج حاجه كتير عشان تبقى سبايدر مان. هتروح تجيب بكرتين خيط ب 200 جنيه، اي هدمه مهريه ومريحه من عندك، وتروح تجيب حته قماشه منتنه وتخرم لها خرمين وتعمل لها ماسك. فانت حرفيا مش محتاج اي حاجه عشان تبقى سبايدر مان. بعدين يا اسطى تخيل كده تبقى سبايدر مان، الحق ده مش عارف ايه بيولع، فانت تقول له لا يا اسطى انا مش عارف اجي والله عشان عندي درس كيمياء، ولا عشان عندي محاضره محاسبه. يا جزاوي في حاجه ولا ايه؟ يا مايلز، في استمون بيولع. ايه ده بجد يا اسطى؟ لا يا اسطى والله انا في الجامعه مش عارف اجي دلوقتي يا اسطى، عندي محاضره محاسبه، مش عارف اجي اشوف حد غيري. محاسبة ايه؟ الناس بتولع هناك يا اسطى لا انا مش عارف اجي خالص دلوقتي. يا اسطى، مفيش غيرك يا اسطى. طيب هنشوف يا اسطى، انا جايش ولا اي حد مش عارف اجي انا. حياتي اجزاوي برحمه. انا فاكر ان حصل كروس اوفر ما بين الرجل العناب وما بين سبايدر مان، لما الرجل العناب ساعتها طلع مع صلاح الفيل ونتبه. ساعتها راح سبايدر مان عمل اجتماع مع باتمان وسوبر مان، بس انا مش عارف الحقيقه هو ليه شكل ام جي عامل كده. هو حرفيا لو كريستن دينست شافت ناديه العراقيه وعامله ام جي، هي هتحط راسها في الطرنش. ومارفل ودي سي هم مش هيرفعوا علينا قضيه حقوق ملكيه، هم هيجوا يبيدوا شعب ديك ابونا.
تامر الجاهر سوبر هيرو. الراجل ده فشل حرفيا في كل حاجه، فشل في التمثيل، فشل في الغنى، فشل في فيديوهات الاس ام ار، ما نجحش بس غير في الطبخ. الراجل ده بجد لازم ناخده قدوه ونبني شخصيتنا عليه. لازم نرفع شعار الجيار رئيسا لمصر. طبعا انا مش هنسى جنودنا المجهولين، فارس العصب وقدرته في حساب قسط الاندومي. دي هي كوبايه الاندومي ب 10 جنيه، بتيجي تديني تقديمه جنيه وبتقسط لي 9 جنيه على 9 ايام. ولو على الفوائد انا ما باخدش فوائد بس باخد ضرايب. وجابر النسر وقدرته على الاقناع ان هو اللي بيعمله ده حقيقي. ازيك يا كوكا عامله ايه؟ طب يا عم ما تقوليش اللفظ ده لو سمحت. طب يا عم انت بتزعل؟ 教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ الناس اللي بتقول ان انا شبه الشاطر، ايوه انا وعمر فعلا شبه بعض، ودي 3 صور بتثبت ان احنا شبه بعض. احنا من ساعه لما اتعرفنا حصل بيننا انقسام ميتوزي، بس انا طلعت اسود. وبمناسبه السواد، الناس اللي بتقول انت اسود، ايوه يا جدعان انا اسود ومفتخر بكده، والسواد نص الجمال. وبالنسبه للخلفيه اللي ورايا، عشان في ناس مساوله الهيلو كيتي دي، الهيلو كيتي دي، فالهيلو كيتي دي يا جدعان علامه من علامات الاوضه، انا ما اقدرش اغيرها. بعدين يعني انا بغير لكم كل شويه مفرش ماشي، فانا مروق عليكم. وكده يكون الفيديو خلص. استنوا فيديوهات تانية حلوه كتيره جدا، وبس كده اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.